كولدير، كولر، ديسبنسر أو مبرد. تسمحوا بقى تقولوا لي هي ايه قصة الكولدير أو الكولر أو الديسبنسر أو المبرد زي ما بيقولوا؟ سنة 1906 اتطلب السباك لوثر هاوس في مدرسة حكومية في بريكلي الأمريكية، وهو شغال في السباكة شاف كل الأطفال بيشربوا من كوباية واحدة وصفيح. في الوقت ده بقى وباء التيفود كان منتشر بسبب تلوث المية، فلودر هاوس سرح بخياله وقال ان الاطفال دي لازم يشربوا ميه نقيه، ولازم يكون في جهاز لتنقية الميه في المدارس، وبكده هنقلل من انتشار الوباء. وطبعا ادي العيش لخبازه. طبعا لودر هاوس اعتمد على صنعته، ما هو سباك قد الدنيا. راح مصمم نافوره في قلب المدرسه علشان كل الاطفال يشربوا منها وما يعدوش بعض. البلية لعبت مع لوثر هاوس وصمم شركة مبردات مية. وبداية سنة 1911 أخذ لوثر هاوس براءة